ازيكم؟ يلا نعمل بسكوت اليانسون المقرمش الخطير دوت. اقتصادي جدا، بتعمل في الخلاط، طريقته سهله يعني بجد مفيش اسهل ولا اجمل من كده. طعمه يا جماعه بجد خطير. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها 4 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، كوبايه من السكر وشويه من الفانيليا. هنبدا نضرب كويس جدا لحد لما البيض والسكر لونهم يكون فاتح. هنوقف ضرب. هنضيف كوبايه من الزيت، زيت ذره او اي زيت نباتي يكون نوع كويس عندنا. هنضيفه. بعد كده هنشغل الخلاط تاني لحد لما القوام يتقل ويكون بالشكل دوت. ولا هنضيف لبن ولا هنضيف ميه، هو المواد السائله هو بيض وزيت فقط، مش هنضيف اي حاجه تاني. بصوا يا جماعه القوام هو كده بيبقى تقيل، وقوام الكيكه دي اصلا بيكون تقيل لكن بتكون هايشه جدا. هنجيب كوبايتين من الدقيق، هننزل باول كوبايه هنخلها كويس جدا، وطبعا معايا كيس بيكنج باودر، وهنقلب لحد لما الدقيق يختفي. بعد كده نبدا نضيف تاني كوبايه. بعد كده هنضيف معلقتين من اليانسون، ولازم طبعا ننخله عشان لو في اي تراب او اي حاجه قبل ما نضيفه على الكيكه. هنبدا بقى كده نقلب حلو جدا. بصوا يا جماعه هو قوامها بيكون تقيل ما بيكونش خفيف، لان احنا مش حاطين اي نسبه سوائل الا الزيت والبيض هو ده فقط. هنجيب بقى اي قالب عندنا مع ورقه زبده، او ممكن ندهن الصينيه زبده او زيت علشان الكيك ما يلزقش معانا. هنبدا بقى ان احنا نوزعه كويس جدا وندخله على الفرن على رف اوسط على درجه حراره 180، ونسيبه لمده نص ساعه لحد بقى لما كده نختبرها وندخل فيها اي حاجه. لما تطلع نضيفه كده تمام استوت معانا. هنحاول بقى ان احنا نخرجها من الصينيه وهنقطعها علشان هندخلها الفرن تاني عشان بقى تتحمص معانا وتاخد القرمشه وتاخد اللون والطعم الحلو. بصوا يا جماعه هي باينه جدا اللي هي هايشه قبل ما تدخل الفرن ولا اي حاجه. وعلى فكره لو انتوا بتحبوها تاكلوها كده اهوت ممكن خلاص تكتفوا ان هي تبقى كيك ما تكونش بسكوت، بيبقى طعمها حلو برده جدا. بس احنا هنقطعها وهندخلها الفرن تاني عشان تتعمل معانا بسكوت. بصوا بقى نقطعها كده، نحاول احنا نقطعها كلها بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه دوت، او نقطعها كلها بحجم واحد وما يكونش رقيقه قوي عشان ما تتقطع معانا او تتفرول معانا واحنا بنقطعها، ما تكونش تخينه قوي يعني يكون سمكها وسط زي ما انتوا شايفين. عملت معايا ما شاء الله صينيتين وبتقطع كميه كويسه جدا. هنبدا بقى ندخلها الفرن تاني على درجة حرارة 180. هنسيبها بس 10 دقايق تاخد لون حلو من تحت ولون حلو من فوق، يكون كده لونها ذهبي يعني ما نزودش عليها النار قوي، ونسيبها تبرد وكده تمام. يبقى البسكوت جاهز معانا. يعني اعتقد مفيش طريقة اسهل من كده ابدا. يعني لو انتي فاشله في اي بسكوت في الدنيا طبعا الطريقه دي مفيش اسهل منها، بجد خطير. كده جاهز معانا. بصوا يا جماعه واخده لون حلو جدا مقرمش. وكمان لما تطلعوها من الفرن يا ريت تسيبوها شويه عشان تقرمش معانا. سامعين الصوت؟ بجد يا جماعه خطيره. مع كوبايه بقى شاي بلبن كده، كوبايه شاي، بجد مفيش وصفه اجمل ولا اسهل ولا احلى من كده. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وباي باي. وحطوه